أنا ابني صحيح عصبي، يعني ساعات كده لما يتعصب ممكن يضربني يعضني أو يزقني بإيده، بس أنا بعرف أتعامل معاه وأسايسه. أنا أول ما بعمل نفسي بعيط أو أقول له إن إيده وجعتني أو أقعد كده زعلانة شوية، حبيب قلب أمه حنين ما بيهونش عليه زعلي، بيجي بسرعة عشان يصالحني وما يحل المشكلة. التعاطف أو الصعبانيات اللي بنعملها مع الطفل معتدي يعني بيحاول إنه يضربك بأي شكل، يزقك يضربك يزعق يشتم أو يكلمك بأسلوب غير مهذب. هو مدخل قصير للغاية. يعني إيه؟ يعني هو مدخل غير مفعال، حتى لو هيسبب نتيجة هو هيعمل نتيجة مؤقتة ملهاش لازمة. فكرة إن أنا أصعب على ابني فيعتذر ده محلش مشكلة إنه لما بيتعصب بيعتدي على الآخر. إحنا عايزين نوصل مسج لعقله إن التعدي غير مقبول، وده مش هيحصل بالتعاطف والصعبانيات، ده هيحصل بالمدخل الوحيد وهو الحزم. لازم ساعتها تقفلي وشك، يعني تتكلمي باسلوب حازم جدا، توطي صوتك، الحزم ما فيهوش صوت عالي، وكمان تستخدمي ايدك لو الطفل بيعتدي بايده، او تستخدمي اسلوبك لو هو بيعتدي بالكلام، في ان الكلام ده غير مسموح. مش مسموح لك تضرب ماما، مش مسموح لك تكلمني بالطريقه دي. ولو الطفل عارف ان انت مريضه او عندك مشكله صحيه بتستخدميها كتير ان انت تصعبي عليه، فبتتوقفي فورا عن الكلام ده وتدعي بقى ان انت صحيا بقيتي افضل، ان الموضوع ملوش علاقه بانا تعبانه ولا لا، وتركزي على رساله الحزم اللي انت عايزه توصليها له، وهي ان المجتمع مش هيسمح له بالتعدي عليه.